السلام عليكم، اهلا حبايبي. النهارده هنعمل معاكم اكواب البودنج بالشوكولاته، هتحبها جدا ومكونات بسيطه موجوده في البيت، وبدون سمنه او زبده، وطعمها لذيذ جدا. وقبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نشوف الطريقة. هنعمل دلوقتي الطبقة الأولى، طبقة الشوكولاتة. معانا كوبايتين من اللبن و3 معالق من النشا مدوبين بنص كوباية من اللبن، ومعلقتين كبار من الدقيق، وكيس فانيليا، وهندوبهم كلهم مع بعض، وهنقلب كله مع بعضه بالشكل ده. وهنحط نص كوباية من الشوكولاتة الخام على اللبن، وهنقلب كله مع بعضه. وهنحط نص كوباية من السكر، وهنقلبهم مع بعض لغاية لما السكر يدوب على البارد. وهنحطهم دلوقتي على النار، وتكون درجة حرارة متوسطة. نفضل نقلب كويس لغاية لما الشوكولاتة تدوب خالص ونوصل للقوام المناسب. وده القوام اللي احنا عاوزينه. هنروح دلوقتي نحطها في الأكواب بتاعتنا. يلا بينا. هنحطها دلوقتي في الكوبايات، ممكن تحطها في لحوق بايركس بالشكل ده. وهنحط بقية الكمية بتاعتنا بالكوبايات وهنرجع لكم تاني. وبكده نكون خلصنا الطبقة الأولى، هنحطها في التلاجة وهنروح نعمل الطبقة التانية. يلا بينا. ودلوقتي هنعمل طبقة الكراميل. معانا كوبايتين من اللبن، هنحط عليهم 3 معالق كبار من النشا، وهنقلب كله مع بعضه لغاية لما النشا تدوب بالشكل ده. وهنجيب نص كوباية سكر وهنحطها على النار عشان نكرملها ونفردها كده، ونكون موطيين عليه علشان ما يتحرقش، ونفضل نقلب فيه. دلوقتي بدأ يكرمل معانا بالشكل ده. نفضل نقلب خالص لغاية لما يدوب السكر معاك خالص ويبقى كراميل. هنحط دلوقتي عليه اللبن، مش مشكلة خالص لو السكر بدأ يكعكل. افضلي قلبي فيه على طول علشان يدوب بالشكل ده. ونفضل نقلب فيه كويس لغاية لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. اللي لسه ما حطش لايك ينزل يحط لايك عشان نعمل لكم فيديوهات جميلة وجديدة الفترة الجاية. وبكده يكون الكراميل بتاعنا دب خالص ووصلنا للقوام اللي احنا عاوزينه. هنروح دلوقتي نحطهم في الأكواب. ودلوقتي هنحط طبقة الكراميل على طبقة الشوكولاتة بعد ما طلعناها من التلاجة بالشكل ده. نحط في كل الكوبايات وهنبدأ نفردهم كده بالطريقة دي، وهنحط على الوش نزينهم كده بالشوكولاتة مبشورة. وبعدين هنحطهم في التلاجة يبردوا. وبكده نكون خلصنا اطباق البودنج بالشوكولاته. اتمنى ان هي تعجبكم وجربوها، طعمها يجنن. وقولولنا رايكم في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.